باشرت السلطات المحلية بإقليم تارودانت يوم السبت الماضي عملية إجلاء وقائية شملت عدداً من سكان الدواوير التابعة لجماعة تمالوكت، والتي تقع بمحاذاة مجاري الوديان، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه سد سيدي عبد الله نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة. وقد همت هذه العملية دواوير أمشرك، الفيض، آية مجوط، آية خريف، آية الطالب، وآية زويت، حيث تم نقل ما يفوق 265 شخصاً إلى أماكن أكثر أمناً، مع توفير فضاءات للإيواء المؤقت كداخلية إعدادية تمالوكت وبعض الداخليات بالمؤسسات التعليمية بمدينة تارودانت، وذلك بتنسيق بين السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة. جاء هذا التدخل الاستباقي بعد أن وصل منسوب مياه سد سيدي عبد الله إلى مستوى مرتفع، مما تطلب فتح بوابات السد لتصريف كميات كبيرة من المياه بهدف تخفيف الضغط وضمان سلامة السكان والمنشآت المحاذية، خاصة في ظل تواصل التساقطات المطرية الغزيرة التي تعرفها مرتفعات الإقليم خلال هذا الموسم. وفي تصريح إعلامي أبرز عمر أبو طاس مدير الثانوية الإعدادية النور بجماعة تمالوكت أن المؤسسة بتنسيق مع السلطات المحلية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سخرت كافة إمكانياتها لاستقبال الأسر التي تم إجلاؤها في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن سلامتهم. وأشار إلى أن داخلية المؤسسة تم فتحها بشكل استثنائي لإيواء الأسر المتضررة مع توفير الأغطية، الإنارة، المرافق الصحية الصالحة وشروط النظافة والسلامة، مؤكداً أن الأطر الإدارية والتربوية تعبأت بروح التضامن والمسؤولية لمواكبة العائلات، خاصة النساء والأطفال، وتقديم الدعم اللازم لهم. عبرت الساكنة المحلية من خلال تصريحات متفرقة عن ارتياحها للتدخل الاستباقي، مثمنة سرعة استجابة السلطات المحلية والتنظيم المحكم لعملية الإجلاء، والتي ساهمت في تعزيز شعورهم بالأمان والاطمئنان وسط هذه الظروف المناخية الاستثنائية. وفي هذا الإطار رفعت السلطات الإقليمية من درجة اليقظة بمختلف أنحاء الإقليم، خصوصاً بالمناطق المنخفضة والمجاورة لمجاري الأودية، مع تفعيل نظام إنذار مبكر وتحسيس المواطنين بعدم الاقتراب من مجاري السيول. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير الوقائية التي أطلقتها مصالح ولاية جهة سوسماسا لمجابهة الوضعية الهيدرولوجية غير المعتادة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي أثرت على عدد من الأودية والسدود بالمنطقة خلال الأيام الماضية. ويعد سد سيدي عبد الله من البنيات التحتية المائية الأساسية بإقليم تارودانت، حيث يساهم في تدبير الموارد المائية والتحكم في الجريان السطحي، خاصة خلال فترات الأمطار القوية. كما يلعب السد دوراً مهماً في الوقاية من الفيضانات، بالإضافة إلى مساهمته في تزويد المناطق المجاورة بالمياه ودعم النشاط الفلاحي. ويخضع السد لرقابة تقنية دورية من طرف المصالح المختصة التي تتابع باستمرار مستوى المخزون المائي وتحرص على تصريفه وفق معايير السلامة والضوابط التقنية المعتمدة، حفاظاً على سلامة السكان والمنشآت القريبة.